السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وانتم بخير. رمضان كريم، وان شاء الله هنبدأ في وصفات رمضان علشان تكون الفيديوهات معاكم. اي وصفة تحبوها تلاقوها ان شاء الله. النهاردة هنعمل عش البلبل، كنافة سهلة جدا وسريعة وكمان طعمها تحفة. يلا كده نسمي الله ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة هحضر معايا الشربات عبارة عن كوبايتين من السكر. شربات الكنافة لازم يكون تقيل وفي نفس الوقت بارد. انا هحط دلوقتي كوبايتين من السكر، عليهم كوباية وربع من المية. الكوباية اللي هعاير بيها السكر هي نفسها اللي هعاير بيها المية. مية عادية خالص من الحنفية، كوباية وربع بالظبط. تمام كده. وكمان هضيف عصرة ليمونة، نص ليمونة كده بتعصريه. بس كده. هنضيف اخر حاجة عسل الجلوكوز، لو عندك ده عسل الجلوكوز اللي انا بستخدمه بنجيبه من محل مستلزمات الحلويات. مفيش عندك ده ممكن تستبدليه بعسل نحل، عسل طبيعي يعني. بتحطي برضو معلقتين منه. انا كده ضفت معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز. هبدأ كده اقلبه بقى على نار متوسطة. هقلبه بالمعلقة طول ما عسل الجلوكوز معايا، مخافش خالص من ان الشربات بتاعي سكر. بصوا كده بدأ يغلي. طبعا اللون كده ابيض او الفقاعات دي بيضة، يبقى لسه كده ما وصلش للدرجة اللي انا عايزاها. لما تحس ان هو خلاص بدأ يهدى واللون بتاعه بدأ يصفر شوية، هتعملي ايه بقى؟ هتطفي على النار وتضيفي اخر حاجة خالص ذرة من الفانيليا. لو عندك، مفيش مفيش مشكلة. بس كده خلاص، كده الشربات غلي معايا وطفينا عليه وهسيبه بقى لما يبرد خالص. هبدأ ان انا اجهز الكنافة يكون هو برد. دي معايا كنافة سليمة كده زي ما حضراتكم شايفينها، بنجيبها طازة من عند اي حد بيبيع الكنافة دي في السوق موجودة جاهزة كده معايا. طبعا ما بحطهاش في الفريزر ولا اي حاجة، على طول هي جت بنستخدمها على طول وهي طازة. وبجهز معايا بولة كده فيها مية، وهبدأ بقى ان انا اخد كده شريحة من الكنافة زي ما حضراتكم شايفينها. طبعا هي كانت كبيرة بس انا قصيتها علشان تدي معايا شكل صغير كده. هبدأ احطها على البورد والفها بصابعي كده، يعني احط صابعي جوه والفها على قد صابعي بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين اخر جزء خالص هتنيل جوه علشان يقفل لي الجزء من تحت. هبدأ ابل ايدي مية والف عليها بنفس اللف بالظبط علشان تبقى متساوية معايا وشكلها حلو. بس كده سهلة خالص وبسيطة مفيهاش اي حاجة. بحاول ابل ايدي من المية، هتلاقيها متظبطة معاكي ومفيهاش اي فركشة ولا اي حاجة، هيبقى شكلها مظبوط خالص. وبجهز بقى صينية عندي وبدهنها دهنة بسيطة كده من السمنة، وببدأ ان انا احط قطع عيش البلبل دي زي ما حضراتكم شايفين. بشد كده الجزء وابدأ ان انا اعملها على نفس يعني بحطها على البورد وابدأ ان انا الفها على صبعي او صبعين حسب بقى انت عايزاها قد ايه. يعني انت عايزاها كبيرة هتحطي الصبعين، عايزاها صغيرة هتحطي صبع واحد بس. واخر جزء منها بضيفه كده تحت عشان يبقى هو القاعدة بتاعة عيش البلبل. بس كده. بصابعي برضو هجهز مية جنبي وهسوي بيها كده زي ما حضراتكم شايفين. سهلة خالص وبسيطة وفعلا مخدتش وقت، وكان طعمها تحفة جدا. فكرة تانية ممكن اجهزها ازاي، بحط على صبعيني والف الجزء بتاع الكنافة ده، الفه كويس كده. طبعا بتحكمي فيها لازم تكون شديدة، يعني ما تبقاش مهوية خالص علشان تمسك معاكي اثناء التسوية. اخر جزء برضو نفس القصة، بنضغطه كده من جوه علشان يثبت لي القاعدة بتاعت عيش البلبل. لما احطها في الصينية تبقى ثابتة موجودة. سهلة خالص وبسيطة، متخافيش اي فكرة من الاتنين اللي انا عملتهم تقدر ان انتي تستخدميها. ببل ايدي كده مية وبعدين بسوي بيها برضو علشان يبقى شكلها منسق وحلوة زي ما حضراتكم شايفين كده. كمان هجهز معاكي بطريقة تالتة، اي طريقة من التلاتة هتأدي لنفس الغرض، بس اهم حاجة ان انتي تستسهلي يعني. دي بقى كده عندي اللي هو الشاكوش العادي اللي موجود في المطبخ زي ما حضراتكم شايفين ايده كده مدورة. فانا هجيب جزء من الكنافة
وهبدأ ان انا اثبته عليها والفه عليها، هتعملي نفس المنظر برضو. ايا كانت الطريقة المهم ان انت تستسهلي على نفسك. يعني انا عملت معاكي 3 طرق اهو، اللي انت حباه او مستسهلاه تقدري تنفذيه. بصوا بتلفوها كده عليه بس، خلاص خلصت كده خالص. برضو هبل ايدي مية واساوي بيها قطعة الكنافة بتاعتي. بصي تضغطي عليها بقى لتحت كده بحيث ان هي تطلع معاكي. كمان الكنافة دي بتثبت لي الجزء اللي هو اخر حاجة ده، بتثبته لي يعني بتخليه يتماسك مع باقي قطعة الكنافة. تضغطي عليها لتحت كده بتطلع معاكي. اي طريقة بقى من ال3 تقدري ان انتي تعتمديها، السهلة بالنسبة لك طبقيها. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة كده، وهرصها جنب بعضها في الصينية بحيث يعني كلها تبقى متماسكة مع بعضها. هندهنها بقى بالسمنة. انا هجهز السمنة معايا، طبعا لازم تكون سايلة، يعني تسيحيها على حمام مائي كده، وبعدين تحطيها على العيش البلبل. السمنة اللي انا استخدمتها، استخدمت كوباية كبيرة من السمنة، اي سمنة انت بتستخدميها، وعليها نص كوباية من السمنة البلدي. طبعا عيش البلبل بتحتاج سمنة كتير، انا مستخدمة هنا سمنة مش كتير قوي. هتحبي ان انت تستخدمي اكتر من كده هتضاعفي الكمية. طبعا بتخليها مقرمشة وطعمها احلى طبعا، بس انا منع ان يكون في سمنة كتير وزيوت كتير، فانا مش عايزة كده، فحبيت ان انا اعمل نص الكمية بس. هتسقيها كلها بقى كده بالسمنة كويس جدا، وفي الوقت ده هتكوني مجهزة الفرن مسخناه. طبعا هنحطها في قاع الفرن شوية، وبعد كده هنرفعها على الشواية. سهلة خالص مفيهاش اي حاجة، وفعلا طعمها تحفة. جربيها هتلاقيها سهلة، وهتعجب اطفالك وهتعجب ضيوفك، وان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. كده خلاص انا خلصتها كلها بالسمنة، واي سمنة زيادة عندك عادي خالص بعد ما تطلع من الفرن هتصفيها من السمنة عادي خالص مفيش مشكلة. دلوقتي بقى خلاص حطيناها في الفرن وطلعتها معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده. هطلعها على الشواية شوية تاخد لون من فوق بس لون ذهبي. اول ما طلعت وهي سخنة هبدأ اسقيها بالشربات اللي احنا جهزنا مع بعض اول الفيديو، طبعا هو بارد وهي سخنة. الشربات اخر حاجة خالص انا ضفتها له كانت معلقة من السمنة البلدي علشان تديلها طبعا لمعان وطبعا اكيد طعم، وممكن سمنة عادية برضو، ممكن ما تحطيش سمنة خالص. هبدأ كده ان انا انزل العسل او الشربات بتاعنا على كل قطعة من عيش البلبل علشان طبعا يبقى طعمها مسكر وكويسة. بسيطة خالص مفيهاش حاجة، وفعلا طعمها جميل جدا، ان شاء الله تعجبك وتجربيها وتقوليلي رأيك ايه. هتسقيها برضو بالشربات كده بما يكفيها، والزيادة هتصفيه عادي خالص من الصينية بتاعتنا. خلاص كده انا جهزتها ونقلتها على طبق التقديم بتاعي. هبدأ ان انا ازينها. مجهزة كريمة عندي، كريمة عادي، كريم شانتيه عادي، كوباية من الكريمة، وجهزت عليهم كمان معلقتين من السمنة من الباستري، وكمان معلقتين من السكر، وضفت عليهم كوباية من المية المثلجة. وبدأت ان انا اقلبهم وحطيتهم في كيس حلواني، وحطيت بلبلة صغيرة جدا علشان تقدر ان انا ادخلها جوه الثقب بتاع عيش البلبل. تقدري تستغني عن الكريمة خالص وتضيفي مكسرات سواء فول سوداني او اي نوع مكسرات عندك، تجرشيه كده يعني تكسريه صغير وتضيفيه في النص بس كده. هنا بقى انا هملي كل الفراغات بتاعه عيش البلبل دي من الكريمة، تقدري برضو تسيبيها كده مفيش مشكلة برضو. يعني التزيين ده بقى لعبتك انتي وحسب امكانياتك في البيت. هبدأ بقى ان انا ازينها كده بحاجات بسيطة، طبعا الالوان دي بتشد العين. عندي كريز الوان هبدأ ان انا احطه كده، وعندي اللي هي الحاجات المسكرة اللي هي زي الكريز كده الصغيرة دي، برضو بتتباع عند محل مستلزمات الحلويات، تقدري تجيبي منها لو حتى ب5 جنيه بس. هتحطيها كده على كل جزء من الكريمة من فوق، هتدي شكل طبعا زي ما حضراتكم شايفين شكل الطبق اختلف تماما. او تقدري كمان تحطي فول سوداني برضو انا مكسراه صغير كده، او عندك مكسرات تقدري ترشيها كده من فوق بس كده، بيبقى شكلها حلو جدا وفي نفس الوقت بتدي طعم حلو جدا. اصلا الكريمة مع الكنافة لوحدهم كده طعم وهم طبعا.
بصوا بقى ده المنظر النهائي. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.